السلام عليكم، وحشتوني يا أحلى اخوات، يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض البط المشوي بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وإزاي يطلع بطبقة كريسبي مش محروقة ويبقى شارب التتبيلة كده كويس قوي. الأهم من كل ده إن ما يكونش فيه بقى ريحة أي زفارة أو دم، وإن شاء الله هتعجبكم. بس لو أول مرة تشوفي قناتي أنا أتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، وما تنسوش اللايك. وزي ما اتعودنا قبل ما نبدأ أي فيديو بنسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يلا بقى نبدأ الطريقة. بس أول حاجة هنعمل إيه؟ هنعمل حاجة اسمها محلول النقع. تمام؟ ده محلول النقع ده يا بنات بيشيل أي زفارة في البط وأي دم تماما. زي ما انتوا شايفين كده هنجيب طبق عميق ونحط فيه لتر من المية دي تكون من الحنفية عادي، مش شرط يعني مية ساقعة. هنحط عليها نص كوباية سكر، وكمان هنضيف عليها كوباية ملح، ويا ريت لو طبعا عندنا ملح خشن يبقى افضل. ونحط ربع كوباية خل ابيض و تمام كده. وممكن بقى بهاراتنا هنحط فلفل اسود حصى، ليمون شرايح، ورق لوري زي ما انتم شايفين. ولو حابة تحطي قرفة صوابع ماشي، لو عندك كمان قشر برتقان حطي. كل ده هندوبهم مع بعض ونغطي كويس البط و... ونحطه في التلاجة مش أقل من 3 ساعات. تمام، أو هنسيبه في المحلول النقعي ده مش أقل من 3 ساعات. والأفضل طبعا أسيبه يوم كامل. أنا سبته يوم كامل في التلاجة. ليه بقى؟ لأنه بيشيل أي زفارة في البط أو الفراخ أو الطيور عموما. المحلول ده ينفع أي أنواع طيور، وأي دم زيادة بيخرجها، وكمان بيخلي الأنسجة بيدخل عليها بيفتتها، فاللحم بيبقى دايب كده في الأكل ويبقى طعمه أحلى بكتير طبعا. تمام، زي ما انتم شايفين يا بنات انا حطيته في المحلول وسبته لمدة يوم كامل في المحلول دوت. وهنبدأ بقى نعمل له تتبيلة حلوة. ان شاء الله جربيها هتعجبك قوي وهتعتمديها دايما. ده انا بوريكم دلوقتي ان بصوا لما سبته، بصي الدم طالع ازاي في المية بدأت ما تبقاش بيضة زي ما هي. تعالوا بقى بينا نشوف ايه هو بقى البهارات بتاعتنا اللي هنحطها على البط اللي هتخليه مميز وليه طعم. اول حاجه هنجيب اي صينيه عندك او اي بوله. هنحط قد ايه بقى؟ هنحط معلقه بابريكا صغيره. ايه كمان يا بنات؟ هنحط معلقه ملح كبيره. هنحط معلقه فلفل اسود صغيره. وهنحط كمان معلقه من الكبيره برضو 7 بهارات. ماشي، معلقه الاكل كبيره. هنحط بقى ايه هي بقى الحاجات السايله اللي هنحطوها. هنحط معلقتين خل ابيض يا بنات. خل على البط، جربيه كده. زي ما قلت لكم هيخلي ليه كده طعم حلو. هنحط كمان معلقتين زيت برضو كبار. هنحط عصير ليمون. هنحط معلقتين. انا حاطه مع الليمونه دي عباره عن عباره عن معلقتين. يعني ليمونه كبيره حلوه، لو ليمونه صغيره حطي 2. انا هوريكم دلوقتي في المعلقه نص الليمونه عمل معايا معلقه. لو عندك كمان عصير برتقان حطي لو متوفر موجود عندك. هنحط دبس رمان يا بنات. زي ما انتم شايفين هنحط معلقتين كبار. طب افرض انا ما عنديش دبس رمان، هستبدلهم بمعلقتين من العسل الاسود. هنحط صويا صوص معلقه كبيره. تمام. هنقلب المقادير دي كلها مع بعض. وهنعمل ايه تاني؟ وهنبدأ نحط بقى البطة بتاعتنا. هنحط البطة بتاعتنا لمدة قد ايه؟ مدة على الأقل كده نص ساعة. هيطلع معانا دايب كده. ماشي. بصوا احنا بنحط من التتبيلة. بص انا بقى كل جزء في البطة بنحط فيها التتبيلة. انا عاملة نص بطة، انت عايزة تعملي بطة كاملة مفيش مشكلة. عايزة تخليها نص واحد، انا قسمتها بصراحة وقطعتها. بس انت لو حابة بطة كاملة ماشي، ممكن تعملي التتبيلة دي في فراخ، ممكن تعمليها في حمام، ممكن تعمليها في وز، ممكن تعمليها في ديك رومي بقى اللي يعجبك. تمام. بصوا احنا بنشرب التتبيله للفراخ كل شويه كده، كل 10 دقايق نقلبوها يمين وشمال لمده قد ايه؟ لمده نص ساعه. بعد النص ساعه دي هوريكم هعمل سبتها على جنب. هعمل تتبيله كده هقول لكم هستخدمها امتى. هجيب برضو معلقه دبس رمان. ما عنديش معلقه دبس رمان هتحطي معلقه عسل اسود ومعلقه زيت.
التتبيله دي قلت لكم هنحطها على جنب كده، هوريكم هنعمل بيها ايه وهنحطها امتى. تمام. احنا كده ايه، بعد نص ساعه طبعا احنا فضلنا نقلب في البط بتاعنا يمين وشمال بحيث ان التتبيله دي تدخل في كل حته في البطه بتاعتنا. هنبدا نجيب صينيه تخش الفرن، هنحط فيها اللي انا هقول لكم عليه ده تحطوه. تمام. هنحط فيها ميه سخنه. ميه سخنه ليه يا هبه؟ هقول لكم دلوقتي. هنحط عليها مثلا بصلايه صغيره، 3 فصوص توم، ورق لوري مثلا كام واحده، حبهان، مستكه، عندك قرنفل حطي، عندك قرفه حطي، كل حاجه تحطي، عندك جزرايه حطي. ليه بنحط الحاجات دي؟ عشان انا هعملها على البخار. انا لا هسلق البطه ولا هشوحها كده على النار، لا انا هحط لها الحاجات دي، هحطها على شبكة واغطيها وادخلها الفرن. البخار بتاع البهارات اللي احنا حطيناها، اللي هي البهارات الحصى، هيطلع كل ده عليها، هو ده اللي هيسويها وهيديها ريحة حلوة وطعم حلو. هنبدأ ننزل بقى ايه بعد ما حطينا بهاراتنا اللي احنا حطيناها الحصى، هنبدأ ننزل بالبط بتاعنا او البطة بحالها او الفراخ ايا كان بقى اللي انت هتعمليه. انا قلت لكم اللي انا بعمله ده ينفع مع كل انواع الطيور. وهنبدأ ان ايه الصوص اللي احنا كنا حاطينه فيها هنحطه فوقيها برضو، احنا مش هنرميه، احنا بنشربه برضو بيها. كل ده إيه طبعا احنا هنقفلها حلو، هنخمرها حلو، هنقفلها حلوة في فويل وندخلها الفرن. كل البخار ده والهبو ده هيطلع عليها هيسويها. فاكرين لما قلت لكم معلقه الصويا صوص سوري، معلقه دبس الرمان ومعلقه الزيت احنا حطيناها ليه؟ احنا هندهن نصها دلوقتي قبل ما تستوي، وهنشيل نصها قبل ما تستوي بنص ساعه هندهنها. هجيب طبعا قبل ما اغطيها بالفويل احط ايه يا بنات؟ لازم احط ورق زبدة عشان بس الفويل ما يتفاعلش مع البطة بتاعتي او مع اللحوم بتاعتي، واغطيها بورق فويل كويس جدا، وهدخلها في الفرن يكون مسبق متسخن يعني من الاول على اعلى درجة حرارة عندك. يعني لو اعلى حاجة، يعني انا اعلى حاجة عندي 250، انا هعليها على اعلى حاجة. لمدة قد ايه يا بنات؟ اول ساعة. تمام يا بنات. احطها ايه على اعلى درجة حرارة. تمام. بعديها هبدأ أوطي النار على درجة حرارة 200 وكمل تسوية. هتطلع معاكي دايبة وجوسي وجميلة. بصوا شايفين؟ قبل ما تستوي كده آخر نص ساعة يعني داخلة في التسوية خلاص، أو يعتبر استوت حلو، هبدأ أجيب بقية التتبيلة اللي أنا عملتها في الأول وهدهنها زي ما انتوا شايفين. شايفين يا بنات؟ هتطلع كده مقرمشة وجوسي، بصوا من جوه جوسي ومن بره كده مقرمشة مش محروقة. بجد جميلة وهتعجبكم وتنفع في العزومات. بجد بجد جربي الوصفة دي بالتتبيلة دي وإن شاء الله هتعمليها دايما. شايفين الجمال؟ طبعا لو عندك شواية هنولع عليها آخر ربع ساعة عشان تاخد اللون الجميل ده الكريسبي. بصوا ده يبدوب. جربوها وقولوا لي رأيكم. وإن شاء الله هتعجبكم وهتعجب كل الضيوف اللي هتيجي تاكل عندكم. وبكده نكون عملنا أحلى بط. أتمنى تكون عجبتكم، فلو عجبتكم ما تنسوش نعمل لايك ونشير ونعمل شير، وما تنسوش تشتركوا في القناة. إن استودعكم الله، أشوفكم على خير، مع السلامة، باي باي.